بالنسبة للشجر ديال الكليمانطين والنافيل كانت حالة جيدة، وكنا خدمنا هذا العام باش تعطينا واحد الإنتاج اللي ممتاز. ولكن الظروف اللي عاست لنا في هذيك الوقيته تاع الرعده وتساقطات الامطار، ضربت الليمون، ضربوا داك التبروري والشتاء، وما استطعناش. ما هانتوما تشوفوا الحاله ديالته كيفاش دايره. يعني هذه البلاصه ديال كليمانطين ما دازوش منها، ما داو منها حتى كيلو ديال الليمون. من ناحيه الجوده، بعد تساقطات الامطار الجوده كانت ضعيفه بزاف، لان ما كثر عليها الماء وكثر على الضغط ديال الجو، لان الجو ما كانش مناسبها ديال الرعده والتبروري والجفاف. كانت دازت مده ديال الجفاف اللي قاسيناها، مده ديال الجفاف 7 سنين وحنا تنقاسيو، وكنا طامعين بالنسبه لهذه السنه باش نبيعوا الثمن، لان كانت على الاقل 10,000 شجره ديال الليمون. كنا ناويين نبيعوا واحد الثمن اللي ما تتصورش على البال. الحمد لله بهذا الجو اللي طاح ديال هذا الجو اللي كان، التساقطات ديال الامطار كانت منفعه بالنسبه لكل شيء، لا الحبوب ولا الاشجار، لا سيما الحوامض وداك الشيء. وقفنا بيع الابار والتوقفات، ما بقيناش تنسقيو. ولكن اسف في هذه الحاله ديال الرعده وهذا الجو هذا راه محن الاشجار ديال الليمون والزيتون. ونتمنوا ما يكون شي هذا العام مزيان، لان باقي الشجر بالنسبه اللي ضربته الرعده باقي مسكين مجروح، هو باقي، لان هذا الليمون ما تقلعش، ولا بغيتي تقلعو تيتكلف واحد الكلفه بزاف، باش لان اليد العامله اصبحت غاليه كثيره بزاف، وما قدروش الفلاحه مساكن يقدروا يواجهوا باش يقلعوا هذا الليمون اللي ضربته الرعده، يحيدوه من الشجر ونخرجوه لبرا. بالنسبه للسنوات الماضيه الجفاف محنا بزاف، لان الماء نزل هود بزاف، من تقريبا من 50 متر وصل حتى تنجبدوا حتى ل 200 متر. ولكن ما شاء الله، لان هذا الجفاف جا علينا 7 سنين ما كانش تساقطات ديال الامطار، والحمد لله هذا العام كاين الامطار. ولكن بالنسبه للفلاح راه ضايع بزاف مول الليمون والزيتون. نحن الفلاحه كاين عندنا الاسمنت، كاين الدواء، كاين الماء ماشي تنجبدوه فافور، تنجبدوه بالضوء، والتكلفه ديال الضوء راه 3 الملايين. بالنسبه ل 3 الملايين على 3 الملايين شهريا، رغم كاينه الطاقه 3 الملايين شهريه. ومنين تجيك ديك الفاكتوره تاع الضوء ديال 3 الملايين تتبقى تسلف من عند هذا، جبد من هنا، ما تطلب هادشي كلفه كثيره. ما كاينش شي حل من غير باش تواجه هاد التكلفه، لانها كثيره بزاف، الخروج اكثر من الدخول. كاينه تقنيات حديثه، هي الكوتا كوت، نديروا الكوتا كوت ولات مسهله. ولكن بالنسبه للكوتا كوت راه خصك يوميا دير تطلق الماء للشجر، لان تيطلب واحد الكلفه كثيره يوميا، وانت داير الموتور امارش، تجيك الضو غالي، الناس اللي تيخدموا بالبوطاغاز هي غاليه، الفلاح مسكين راه واكل الشحط وهز ودافع، تنخسروا اكثر من داكشي اللي ندخلوا. لا بالنسبه لهذا الدعم وهذا الشيء اللي تيدقال، الفلاحه مساكن الاغلبيه راه واش قاريين، راه خص الناس اللي تيتكلفوا، ولا دوك اللي تيترشح مثلا مرشح، ولا العضو ديال الفلاحه، ولا تيكون تيجي نهار الاول تيقول لك صوتوا عليا نصوتوا عليه، ولكن باش يجي يتسرى ويجمع الفلاحه ويقول لهم راه كاين دعم ديال هذه، راه خص المرشدين اللي يكونوا يتصلوا بالفلاحه ويكون عندهم اتصال بالفلاحه. اولا تنشكروا السيد الحكومه، لان الحكومه تعطي البرامج ديالها وداك الشيء، ولكن تيقولوا بالله راه كاين هذه، ترجعوا للتطبيق ما كاينش، ترجعوا ديما للتطبيق ما كاينش. تيقول لك الدعم كاين هنا، بحال هذا الشيء اللي تيقولوا الدعم كاين ديال هذه، كاين ديال الدعم ديال الفلاحه، ولا نستفيدوا من شيء.
باش يولي الانتاج كثير، وهو يكون الدعم ديال الفلاحه بالنسبه للبذور ديال الاسمنت، وبالنسبه لهذا الشيء ديال الكهرباء، وتكون التدخل ديال وزاره الفلاحه او الوزاره ككل بالنسبه للكهرباء. بالنسبه للويونو دابا تجيك فاكتوره فيها 3 الملايين في الشهر، وتتوقف عليك فاكتوره ديال 3 الملايين في الشهر، ومن يبغى يجيب هذا الفلاح 3 الملايين في الشهر راه ما عندوش منين يجيبها، راه والو، تتسلف وتكلف، تقول حتى تنبيع الليمون. ها حنا مولين الدواء تيسالوا الدواء، ها مولين الزريعه تيسالوا الزريعه، وها الانتاج تتشوفوا فيه. ها حنا حاليا ها الانتاج، ها هو ضربتوا الرعده. ما باش غادي نواجهوا هذا اللويونو دابا راه كاين الضو، بحال بالنسبه لي انا تتجي 32 مليون بالوراق، راه ماشي تنقولوا بالشفوين، كاين 32 مليون ديال الضو، زيدها 10 الملايين ديال لونغري، زيدها الدواء، زيدها الخدامات، التكلفه ديال الخدام اللي ولا سميتو، ولكن احنا واصلين. وزيد مثلا شديتي واحد القرض، شديتي واحد القرض من بنكه معينه، سواء القرض فلاحي او سواء بنكه من الابناك، وتدي عليك الفوائد كثار من داك الشيء اللي غادي تدخل انت واخا تخدمي 100 عام. رغم هاد التحديات انا غادي نشوف تنعيا، وغادي انا كيما فلاحه جيران ديالي استقلوا وباعوا داك الشيء، وكاين اللي كراو، وحتى انا اذا هاد التكلفه تتواجهني وداك الشيء غادي نشوف نقدر نبعد على الفلاحه. رسالتي الاخيره وهي ان نطلب من صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله ويحفظه، الله يحفظه ويشفي ضره، ويحفظ الامير مولاي الحسن، ان ديما تنقولها وتنعاود نقولها، ان يكون في جانب الفلاح الصغير والمتوسط.